صاد قول لي اخويا شنو درتي في هذا السؤال الثالث؟ الله يحفظك. خويا راه ما فهمتش اخويا السؤال راه مكتوب بالشينويه يا صاحبي. اللغات بحال اللغه العربيه والانجليزيه مثلا كيتعتبروا لغات صوتيه، يعني كل حرف من حروف هاد اللغات كيعطينا صوت معين، وفاش كنجمعوا حرف مع اخر كيعطينا كلمه، هاد الكلمه كتعطينا واحد الصوت كيكون لنا في النهايه معنى. اما اللغه الصينيه الشينويه فكتحتوي على رموز، كل رمز يقدر يعطينا معنى معين، اما الا جمعنا الرموز بجوج فممكن يعطيونا معنى اعمق، بحال هاد الرمز اللي كيعطينا شخص وهذا الرمز اللي كيعني شجره، الا جمعناهم بجوج غيعطيونا استراحه. وكيوصل عدد هاد الرموز حتى 70,000 رمز، وحسب علم اللغويات فعمر اللغه الصينيه المنطوقه هو حوالي 4500 سنه. كانوا فيها هاد الرموز كيمثلوا اشكال مرسومه، بحال هاد الرمز مثلا اللي كيعني جبل، وهذا الرمز اللي كيعني سمكه. الصعوبه ديال اللغه الصينيه كان ممكن تكون عائق امام اندماج الصينيين مع العالم الخارجي، ولكن جا الامبراطور كين تشينغ هوانغ، الا غلطت فيها ها هي، وجات معه اول عمليه لاصلاح نظام الكتابه الصينيه، ومع الوقت بداو كيطوروا هاد الرموز عبر مراحل حتى وصلوا للفيرسيون اللي كيتعاملوا بها الصينيين دابا، واللي كتعتبر سهله ومبسطه مقارنه مع الصينيه القديمه. وانت كشخص باغي تتعلم اللغه الصينيه وتتعامل بها فيك تحفظ 3000 رمز كلمه. يقدر يبان لك هذا العدد كبير، ولكن راه نفس العدد اللي غتحتاج تحفظ الا بغيتي تتعلم او تتعامل باي لغه اخرى. كيفاش؟ تسنى الفيديو الجاي.